الشبيبة، هؤلاء الشبيبة الذين يسرعون لتفهم مبادئ الإسلام. وإني سأنقل ما رأيت إلى مدينة القدس التي تعاني من الحصار والاحتلال، وإني آمل من الله أن تكونوا في المستقبل ضيوفا علينا في القدس، وقد تحررت وانتهت من حكم الاحتلال. لقد عملت في عمان 8 سنوات، وانتقلت في بيدائها، وشربت من أفلاجها، وتفيأت في ظلالها، وعاشرت إخواني أهل عمان فترة 8 سنوات. عندما قدمت إلى عمان كنت مدرسا للتاريخ العربي فترة 30 عاما، ولم أكن أفهم، رغم أني مدرس تاريخ، لم أكن أفهم ما هي الإباضية. كان عيب من مناهجنا أنها أهملت تعريفنا وتعليمنا، وكل ما كنا نعرفه عن الإباضية أنهم خوارج خرجوا عن السنة وخرجوا عن الجماعة. هذا ما كنا نعرفه. وعندما وصلت هنا واطلعت على أمهات الكتب وإلى التراث الإباضي الخالد، فدخلت في قلبي وآمنت بها إيمانا عميقا، مما جعلني أنسى غربة الأهل والابتعاد عن الوطن. وكنت فترة 8 سنوات مجدا ومتلقيا العلم على مشايخ أفاضل: الشيخ سالم ابن حمد الحارثي، الشيخ أحمد الخليل، الشيخ الأخ الجالس بجانبي حمود الصوافي. وعندما عدت وغبت عنكم 28 سنة لم أستطع أن أحتمل الغياب، وقد حاولت مرارا القدوم، إلا أن العدو كان يمنعني، حيث أنني قضيت في سجونه 7 سنوات ونصف ولم أتمكن من الحضور. وأخيرا وبحمد الله تعالى حضرت لكي أشرب من ماء عمان مرة ثانية، ولكي أرى هذه الوجوه السمحة، ولكي أجدد العهد أننا ماضون في دراسة مبادئنا التي دعا إليها مذهبنا الإباضي الخالد. وعندما كنت أتكلم مع إخواني في القدس كثير منهم كانوا يجهلون ما أتكلم، لكنني حملت معي كل ما أصدرته وزارة التراث، أمدوني بها المشايخ الأفاضل، وحملت 40 حقيبة إلى القدس. وكان هناك شرط أن تمر على الحكومة الأردنية قبل أن تنقل حتى يتيقنوا منها، وشكلوا مجموعة مكونة من 3: المخابرات ووزارة الثقافة والتعليم، وأخذوا يدققون في هذه الكتب. ففي اليوم الأول دققوا طيلة النهار 3 كتب، وفي اليوم الثاني 2 وكان معي في حدود 1000 مجلد. قلت لهم: يا أخي، أنا قدمت لأزور أهلي 2 شهر، أنتم في هذه العملية تستمرون 1 سنة كاملة، لكن كيف علاقتكم مع سلطنة عمان؟ قالوا: علاقة جيدة. قلت لهم: هل يمكن عمان أن تكتب ضدكم؟ قالوا: لا. قلت لهم: انظروا إلى المجلد، سلطنة عمان، وزارة التراث العمانية. قالوا: يا أخي، من الأول فهمنا هكذا. فبدأوا ينظرون إلى كل كتاب وزارة التراث ويضعوه جانبا، فدققوا 1000 كتاب في خلال ساعة.
نقلتها أود أن أدخلها إلى فلسطين، وكان من الشرط أن تمر على المخابرات الإسرائيلية حتى يسمحوا في قدومها. قدمت أسماء الكتب والمؤلفين، فاستدعاني الضابط العسكري الإسرائيلي، وعندما دخلت عرف على نفسه، قال: أنا خريج يهودي، خريج جامعة بغداد، وهذه الكتب التي تود أن تدخلها ما المقصود منها؟ قلت: هذه الكتب لي، لمكتبتي، فأنا محامي وأحترف المحاماة، وهذه كتب لي. قال: ما اسم هؤلاء الذين كتبوها؟ قلت: أهل التوحيد. فهز رأسه قال: لا. قلت: أهل الاستقامة؟ قال: لا. أهل العدل؟ قال: لا. قلت: إذن ماذا تقول عنهم؟ قال: هؤلاء ثوار الإسلام، هؤلاء فرسان الإسلام، فلذلك أنا أوافق على إدخالها بشرط أن لا تعرضها على الجمهور. أنت قضيت 7 سنوات ونصف وأحضرت هذه الكتب لكي تبدأ رحلة جديدة، فإذا تعهدت وتكفلوك أهل بلدك وأهل وطنك أن لا تريها لإنسان وأن لا يقرأها أي إنسان، أسمح لك أن تدخلها. وهكذا ينظر العالم إلى مبادئنا، هكذا ينظر العالم إلى عقائدنا، هكذا ينظر العالم إلى أسلافنا، أهل العلم وأهل المعرفة وأهل العقيدة. فلذلك أحمد الله أنني تمكنت من أعود إليكم حتى أجتمع بكم، وأطلب من الله أن تكونوا ضيوف في يوم من الأيام في القدس وقد تحررت. وأود أن أعلمكم ومنتهى الحزن إنهم يحفرون تحت المسجد الأقصى، يحفرون تحت المسجد الأقصى، وهم يدعون أن هناك هيكل سليمان تحت المسجد. والآن أي شرب طائرات يمر من فوق المسجد الأقصى ينهار نهائيا. أطلب من الله أن ينهي هذه الأمة عن الأمة الإسلامية، وأعود وأشكركم مرة ثانية، والسلام عليكم.